أهلا وسهلا بكم متابعي قناة ميكرو مراكش. الآن مباشرة معكم كنصوروا لكم وكنقلوا الأجواء اللي كاينة قبل مباراة اللي غادي تجمع فريق المغرب مع فريق زامبيا، واللي كنتمناو إن شاء الله أنه يحالفوا الحظ بإذن الله وتكون نتيجة اللي مرضية للجماهير اللي جات وقصدت هذا المكان باش انها تشجع الفريق ديالها بكل حب. واخا كنعرفوا الاجواء اللي كاينه دابا في مدينه مراكش حاليا، كاين واحد حاله الطقس اللي فيها موجه برد اللي يعني طاغيه، ولكن الحمد لله فكنلقاو بلي الاجواء دافئه رغم بروده الطقس، فالاجواء دافئه بالناس ديالها. وهذا طبع ديال المراكشيين من طبيعه الحال، فهم دائما ناس ديال البهجه وناس ديال النشاط والفرحه. والان معايا مجموعه من الناس كيف ما كتشوفوا راه جايين دابا، كنشوفوا كاينين اجانب، كاينين الناس اللي هما جاو من الداخل، وكاينين الناس اللي جاو من خارج ارض الوطن. وفي هذه الاثناء كنتظروا بكل شغف وبكل حب، كنتظروا ان شاء الله بدايه المباراه اللي كنتمناو ان شاء الله انها تكلل بالنجاح وتفرح المغاربه، خصوصا واننا عرفنا انهم يعني في المباراه الاخيره ف يعني يحسوا باش انهم يعني الفريق ديالهم خاصو يلعب بواحد الشكل اللي هو احسن ويعطي اكثر. فحنا كنناشدوا من خلال قناتنا ومن خلال مجموعه من الناس اللي تواصلوا معنا، كلهم كيقولوا بصوت واحد، كيوجهوا المدرب ركراكي، كيقولوا ليه باللي خاصو ان شاء الله يبذل مجهود في انه يبدل التكتيك باش كيلعب، وانه يدير واحد ان شاء الله واحد النظره اللي تكون كيف تنقولوا فنيه، باش انهم هذه المره يكون الدفاع احسن، ويكون ان شاء الله شي حاجه اللي تقدر تنجح لنا باذن الله هذه المباراه باذن الله. هيا شابات خرينات تاهما في كلهم امل وجايين اليوم فرحانات. شنو كتقولوا اليوم بالنسبه للنتيجه كي غتكون؟ ان شاء الله غادي يكونوا ان شاء الله غادي يكونوا رابحين ان شاء الله. شنو كتوقعي شحال النتيجه؟ شي 2-1 هو معاك الشباب غير ربحوا ان شاء الله. ديما مفرحين شحال من حاجه يعني واحد المهم كاع شي 2-0 ولا كاع 2-1 ولا واحد. انا كنقول 2-1 انت امينه 2-1 يعني كلكم ثقه انه ان شاء الله ان شاء الله ديما مغرب الجول. العائله جات من الديال الفرنسيه باش تشجع كذلك المنتخب المغربي، وكلها بغات تشجع المغرب، داكشي علاش حنا اليوم غادي نلتقطوا هذا الشيء من خلال هذه السيده. Ça va? Oui, ça va, je vous remercie bien. D'accord, c'est maintenant vous allez On est venu soutenir le Maroc et on sait que c'est un match décisif et on espère que le Maroc va se qualifier. Mais surtout que nous, effectivement, étant donné qu'ils organisent cette CAN, ben, on leur souhaite qu'ils la remportent quelque part. Même si je suis camerounais, je souhaite quand même qu'ils la remportent parce que ça fait quand même pas loin de 50 ans qu'ils n'ont pas gagné la CAN. Donc c'est vraiment un souhait pour eux. Voilà, merci. Ben, franchement, je suis tellement heureux d'être là entouré de tous ces Marocains pour pouvoir regarder le match du Maroc et de la Zambie. Anna, j'ai ma maison à Marrakech depuis 14 ans, c'est la première fois que je vais regarder un match avec autant de monde autour de moi. Donc voilà, Dima Maghreb, je suis vraiment fier de représenter le Maroc à l'international. Et voilà, je suis يلا شكرا. ميرسي. كذلك واحد الشاب اللي تيبان لي حتى هو جاي بغى كل حماس. اشنو تيبان لك في ان شاء الله النتيجه تكون مربوحه؟ مربوحه ان شاء الله مع زامبيا، فريق ضعيف جدا. كنشوفوا باللي المغرب يقدر يدير شي حاجه في هذه المواجهات. يعني عندك امل؟ كاين امل. شكرا. معك السيد حتى هو بالنسبه لك بالنسبه لاجواء المباراه كيف؟ لا الحمد لله كاين امل، ونشوف ان شاء الله مربوحه اليوم غادي نتغلبوا على زامبيا. شحال كتوقع هذه؟ نتوقع 2-1 وان شاء الله